السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، مرحبا بكم في القناة. سعد المجرد يفاجئ دنيا بطمة للمرة أخرى بعد سجن دنيا بطمة اللي بزاف ديال الناس كيقولوا علاش دنيا فاش كان سعد المجرد. دنيا كل مرة كتحط عليه ستوري الله يفرج عليه الله يفرح والديه، وسعد المجرد لا، مرة واحدة فقط. ولكن سعد المجرد كيفاجئهم بواحد التصرف اللي مفاجئ تجاه دنيا بطمة، واللي يفرح المحبين ديالها والأصدقاء ديالها والعائلة ديالها. بصراحة سعد المجرد حتى هو مر من نفس التجربة اللي كتمر منها دنيا، وحتى هو يعني دازت عليه أيام قاسحة بزاف. ومن طبيعة الحال الواحد إلا مجرب داك المكان السجن غادي يكون حس بالآخر، وفعلا داك الشيء اللي وقع. سعد المجرد يعني حس بدنيا وحس بالأزمة اللي كتمر منها، ومن طبيعة الحال أنه غادي يوجع قلبه على دنيا، وخصوصا يعني في نفس المجال الفني. وسعد مجرد بعد ما سولوه في واحد اللقاء مؤخرا، لقاء صحفي، قالوا لي علاش يعني ما كتحطش ستوريات على دنيا بطمة كما كانت كدير هي. وهو يجاوب هو بواحد الرد اللي الصفحات بزاف هضروا عليه. كيقول سعد، كيقول دنيا في قلبي وعقلي، واخا ما كنحطش عليها ستوري ولكن كنبغيوها. يعني فعلا الواحد الا مر من نفس التجربه غادي يكون حس بها. وسعد المجرد دائما كتلقى هاد التعليقات ديال انه علاش ما كتحطش عليها وعلاش. جاوبهم في هذا اللقاء الصحفي بهذا الكلام ديال انه دنيا في قلبي وعقلي واخا ما كنحطش عليها ستوري ولكن كنبغيوها. الله يفرج عليها ويفرج على جميع المسلمين، والله يفرح بنياتها بشوفة ماماهم إن شاء الله عما قريب. شكرا لكم أخواتي على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله. أحلى متتبعات وفيات للقناة.